في زمن الخليفة عبد الله خليفة الإمام المهدي رسل رجاله للحتة دي عشان يطلب من أهله موية. مشوا الرجال وجابوا الموية. لما جوا للخليفة قالوا له والله الناس دي الناس مسالمين خلاص. بقت بداية الاسم المسالمة. وفي برضو تبرير آخر للاسم، يقال أنه معظم سكان حي المسالمة من اليهود ومن النصارى، لكن بعد ذاك أجبروا على الإسلام فسموا بالمسالمة. المسالمة يعتبر حي فيه كثير من المعالم، وتعتبر الجوامع والكنائس والمدارس القديمة من أبرز المعالم الموجودة في حي المسالمة.